النادي الاهلي ده اغرب فريق ممكن تشوفه في حياتك. في حياتك ما تشوفش اغرب من فريق النادي الاهلي، هو وجماهيره ولاعبيه ومجلس ادارته. وهقول لك ليه، ولكن قبل ما نبدا الموضوع عايزك تسمع المقطع ده وتقول لي ايه رايك فيه. فاهمني؟ عايزك تفتح مخك معايا بس، انت فاهمني؟ تعالى جنبي، تعالى جنبي، اسمع. انا مش عايز امشي لان نادي الزمالك اللي انا اتربيت فيه، وانا من صغري يعني من صغري وانا وانا من صغري من صغري وانا من صغري يعني من صغري وانا كان نفسي امنية حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. من صغري من صغرك يا امو. اسمع من صغري، والله لا اسمع لك تاني. مش عايز امشي لان نادي الزمالك اللي انا اتربيت فيه، وانا من صغري يعني من صغري وانا من صغري يعني من صغري وانا من صغري يعني من صغري وانا كان نفسي امنية حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. حصل يا امو، حصل. مين يكدبك يا ابني؟ ما هو حصل فعلا من صغرك، وانت بتحب نادي الزمالك من صغرك، واحنا هنلف وندور على بعض، واحنا هنهري هنفتي. كمل معايا علشان الموضوع كبير. كمل. اسمع. وانت قلت لي من شويه انك زملكاوي باين. اكيد طبعا. زملكاوي. طبعا العيله كلها يا ريس. هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. ان شاء الله يا ريس، حتى لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله، طبعا مش هرجع للبيت تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه. اخر معسكر حصل يا امه. اصيل وابن اصول، يا الله. اصيل يا امه. نرجع بس عشان الموضوع ايه كبير قوي قوي قوي. وليه بقول لك بقى؟ جماهير النادي الاهلي دي غريبه، ولاعبين النادي الاهلي غريبه، ومجلس اداره غريب. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل، ولكن اعمل لايك. عايزك تخش على اللايك تكسر عظم. بص يا سيدي، نظبط بس الكادر كده. بص يا سيدي. عندك النادي الاهلي بعد فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا، ولكن قبل فوزه نادي الوداد فاز على النادي الاهلي وخد منه البطولة. حلو. وكانت مباراة واحدة، والمفروض كانوا يبقوا مباراتين، ولكن كان نظام البطولة وقتها ان هي تبقى مباراة واحدة، ولكن ما اتعملتش في ارض محايدة، واتعملت على ارض الوداد. فبالتالي اعترض النادي الاهلي، والنادي الاهلي طلع قال ان كده مش فير، والموضوع مشي بالشكل ده. ولكن انا عايزك تركز معاه، لان اللي بيجي على الفريق ده ما بيكسبش. يعني اللي بيجي على اداره النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي تحس ان الكون كله بيتقلب ضده. ليه؟ ما نفهمش. نادي الوداد بعد ما فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا، رجع النادي الاهلي فاز بالبطوله. دي اول نقطه، يعني نزلت على نادي الوداد كده كالصاعقه. حلو. في عقر دار رجع النادي الاهلي فاز بالبطوله، وقدر ياخدها على ملعب محمد عبد المنعم. تاني صدمة لنادي الوداد في الموسم الحالي، لان نادي الوداد في الموسم ده ما شافش النور تاني، يعني ما خدش بطولة، موسم صفري زينا بالظبط. جه نادي الوداد خسر الدوري في الدقيقة 93، وهو الوقت المحبب لنادي الاهلي امام الجيش الملكي. وقدر الجيش الملكي ياخد البطولة بعد 15 سنة عجاف. حلو. دي تاني بونطة. تالت بونطة امبارح بقى خسر نادي الوداد قبل نهائي في بطولة كاس العرش امام الرجاء. ما شافوش قدامهم تاني بعد البطولة بتاعت النادي الاهلي اللي خدوها. فبالتالي ما حدش يجي على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي. نيجي لنقطه تانية مهمه قوي. كنا في فتره من الفترات احتفلنا بعبد الله السعيد ان احنا ادينا له 40 مليون ومضى مع نادي الزمالك، وخدنا صوره تذكاريه. وبعدها بفتره قعدنا نقول ان عبد الله ابننا زملكاوي زينا، برغم ان هو ما جاش نادي الزمالك، ولكن اعتبرناه ابننا خلاص. فالموضوع خلص، وقعدنا نعاير جماهير النادي الاهلي، وقعدنا نقول ابن النادي ترتتر على رمضان صبحي، وقعدنا نتريق عليه، وقعدنا ناخد الكوبليه بتاع ابن النادي ونحفل عليهم بيه. تاني واحد حفلنا بيه اكرامي.
قعدنا نقول برضو ابناء النادي طهروا. حسام عاشور مشي قعدنا نقول ابناء النادي. احمد فتحي مشي قعدنا نحفل عليهم. فبالتالي بعدها النادي الاهلي صدم نادي الزمالك في صفقة كهربا، وقبلها مؤمن زكريا، وفي الفترة اللي احنا فيها ديت امام عاشور اهلاوي اللي بيقول لك من صغري وانا زملكاوي. جدع يا ام، جدع واصيل، اصيل يا ولد، اصيل جدع، انا مبسوط منك. وبالتالي قعدنا فترة نحفل بابن النادي، ومن ساعتها ما شفناش حاجة عدلة. قعدنا نقول لكهربا هنبطلك كورة. وبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ما رئيسه طلع في تصريح قال له هبطلك كورة، نادي الزمالك تحس ان هو اللي بطل كورة حرفيا. مفيش بطولة خدناها، والولا من ساعتها وهو ما شاء الله مع النادي الاهلي بيو 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 وشغال الله ينور. ده تاني بونت. تالت بونت بقى هنرجع في حقبة من الزمن، وهو الموسمين اللي فاتوا. النادي الاهلي طلع مركز ثالث من بطولة الدوري، وقعدنا نقول النادي الاهلي هيهبط. النادي الاهلي نتمنى انه يبقى موجود في الدوري. النادي الاهلي مركز ثالث، وقعدنا كل اهلاوي معدي نقول له يا ثالث. برغم ان هو خد بطولة دوري ابطال افريقيا، خلاص بقى الموضوع بقى عادي بالنسبة له، حلو، ما خسرش اللي هو النهائي وقعدنا نحفل عليه، برغم ان هو لحد دلوقتي واخد الاخضر واليابس في بطولة دوري ابطال افريقيا برصيد 11 بطولة، يعني ناقص له بطولتين ويتعادل مع نادي الزمالك في البطولات المحلية. انت متخيل ان فريق بطولاته الافريقية تبقى قد فريق بطولاته المحلية؟ لا، ما الموضوع ان احنا ما بنشجعش نادي الزمالك عشان بطولات. النادي ده كيان احنا بنحبه حتى لو ما جابش بطولات، انت فاهمني؟ فبالتالي احنا بنحبه، ما نقدرش نغيره. ولكن انت عندك فرقة بحجم النادي الاهلي، جماهير نادي الزمالك بتزعل لما احنا نقول ان الفريق ده يعني فريق محترم وفريق قوي. مش عارف ليه انتوا الصراحة حلوة ومش هنضحك على نفسنا. واللي بيقول لك انا متزملك يا عم، وانا لازم اقعد اشتم في لعيبة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واقعد اقول لي مش عارف يا بتوع الساعات، ولازم اعبد الهبد ده علشان من وجهة نظرك الشخصية ابقى زملكاوي؟ لا يا سيدي، انا زملكاوي غصب عن اي حد. هنيجي لنقطة مهمة بقى، وهي كنا بنطلع نقول ان احنا مجلس ادارتنا لازم مجلس ادارة النادي الاهلي يتعايش مع مجلس ادارة نادي الزمالك. قعدنا نتريق على ترتيب النادي الاهلي في جدول الدوري في الفترة اللي فاتت، خاصة السنتين اللي فاتوا، ومن ساعتها ما شفناش حاجة عدلة. من ساعتها نادي الزمالك قعدنا يا جدع انت مركز رابع وخامس 6 شهور. في اكتر من كده؟ ووقت ما طلعنا على حساب فيوتشر في المركز الثالث، وبنحمد ربنا ان احنا بقينا مركز ثالث، هنلاعب النادي الاهلي يوم الخميس، ولو فاز علينا نرجع مركز رابع تاني. يا دي النيله، يا دي النيله. فربنا يسترها. ويا ريت تقول لي توقعاتك في خانه الكومنتات تحت عن مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. ومن هنا هنيجي لنقطه مهمه قوي قوي قوي، وهي من السبب وراء انتقال امام عاشور من نادي ميتلاند للنادي الاهلي، ومين اللي فضل ورا امام عاشور علشان يروح النادي الاهلي؟ اقول لك، تعال. امام عاشور قبل ما يمشي من نادي الزمالك قعد مع سياده المستشار، وسياده المستشار قال له يا امو يا حبيبي انت عايز تروح نادي ميتلاند ليه؟ فامام عاشور قال لك نفسي اروح واحترف والموضوع يبقى حلو. امو جماهير نادي الزمالك خايفه تروح للنادي الاهلي، ازاي؟ لا، انا بحب نادي الزمالك من صغري، فبالتالي انا مش هروح النادي الاهلي. ده انا النادي ده انا واكل فيه وشارب فيه ونايم فيه، وهو السبب في اللي انا وصلت فيه. جدع يا امه، جدع يا امه. طب مين السبب في الصفقه؟ ومين اللي اقنع امام عاشور بالصفقه؟ مش هتتخيل. كهربا اللي هيقفل لنا النادي، كهربا اللي بيعمل لنا كده وعمال مش عارف هيقطع لسان مين. ما ترجلشناش يا كهربا، احنا مش ناقصين والله، مش ناقصين يعني. خوفتنا اكتر ما احنا خايفين من يوم الخميس، ويا رب ما تلعب. ولكن كهربا هو السبب الرئيسي ان امام عاشور يكون اهلاوي ويمضي للنادي الاهلي. الله يسامحك يا كهربا، يعني مش مكفيك اللي انت عامله فينا، مش مكفيك اللي انت عامله فينا، كمان بتاخد امام عاشور. طب خد التقيله، فتوح على رادار النادي الاهلي
واللي هيقنع اداره النادي الاهلي واللي اقنع مارسيل كولر بفتوح كهربا. اسمع مني، علشان كهربا هيفضل لنا النادي اكتر ما هو فضي. يعني مش كفايه علينا سياده المستشار اللي فضله لنا، دخل كهربا في الموضوع وبيقنع كولر بفتوح. ولكن في عقبه قابلت فتوح مع مجلس اداره النادي الاهلي في حاله التعاقد، وهي ان فتوح بيقول لهم اخد كام. مجلس اداره النادي الاهلي قال لهم اقفلوا الموضوع ده علشان ما عندناش حد بيطلب احنا هندي كام ومش هندي كام، مش بتاعتك. عايز تيجي النادي الاهلي يقول هاجي واحنا اللي هنقدرك. يا دي يا رب صبرني، يا رب صبرني. ولكن قبل ما نقفل الحلقه تقول لي توقعاتك في خانه الكومنتات تحت عن مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.